تقف فين؟ ما تقف فين؟ ما التزموش بقى ب 90 كانوا معانا فعاليه واحده طبعا كل الكلام ده احنا دلوقتي يا جماعه بعد الفطار خلصنا والحمد لله 6 ابريل ما جوعتنيش، ومحمود عفيفي زي ما كان موعدني ان احنا هلاقي فطار، الحمد لله جيت لقيت فطار من احسن ما يمكن. كل سنه وانتم طيبين وكل سنه و 6 ابريل طيبه، وان شاء الله نتقابل السنه الجايه، فطار السنه الجايه يكون مصر افضل ان شاء الله. اول حاجه لازم اقولها ان هم اكلونا اكل جميل جدا، احسن اكل كلته في رمضان لغايه دلوقتي. لان هو يعني اكل اهلا وسهلا ازيك يا حبيبي، لان هو يعني الاكل جميل وفي جو من المحبه ومن الود ومن العلاقه الانسانيه الجميله الراقيه. يعني ال 6 ابريل الحقيقه بدات من بدري، بدات من قبل الثوره، وقابلت بلاء حسنا سواء قبل او اثناء او بعد الثوره. تحملت الكثير، يعني قيل بشانها الكثير من عبارات التخوين وغير ذلك، ومع هذا صبروا وصمدوا وظلوا على ما هم عليه، واثبتت الايام ان كلامهم هو اللي طلع صحيح. وفي النهايه هم لم ينتظروا من غيرهم ولم ينتظروا من احد جزاء ولا شكورا، لم ينتظروا لا مناصب ولا اماكن ولا يعني فايده، يعني زي ما غيرهم وقف وانتظر وطلع يجري عشان ياخد الثمار هذه الثوره. انا بطلب منهم النهارده ان هم يظلوا على ما هم عليه، يظلوا متماسكين ويظلوا متحدين ويظلوا ما يعملوش حزب سياسي. هم لوحدهم من اقوى الاحزاب السياسيه في مصر، وما يدخلوش جوه حزب سياسي عشان ما يفقدوش هذه الاستقلاليه في القرار وفي الحركه، وهذه الخفه في الحركه. ما ينفعش تبقى حركتهم تقيله، لا، لازم حركتهم تبقى خفيفه وجميله ورشيقه تتناسب مع الافكار والاعمار. وان شاء الله باذن الله السنه الجايه هتبقى احسن. انا متفائل جدا، متفائل بمصر، متفائل بشباب مصر، متفائل بشباب 6 ابريل. 6 ابريل اكلوكوا ولا جوعوكوا ولا عملوا معاكم ايه النهارده؟ الحمد لله انا كنت حاطه ايدي على قلبي والحمد لله اكلنا، وانا جبت الحلو فاكلنا وحلينا كمان. تمام. طب تقولي ايه للشباب 6 ابريل في الفطار النهارده؟ اقول لهم المشوار لسه طويل. احنا النهارده يمكن في شوط اتقطع كبير من الثوره، بس قدامنا شوط اكبر، شوط كبير، واحنا لسه في الاول. وشد حيلكم لان انتوا عملتوا مجهود كبير جدا. اتمنى ان الايام اللي جايه تكلل المجهود اللي اتعمل ده بتحقيق اهداف الثوره. تمام. تنتظري ايه ان شاء الله السنه الجايه واحنا مع بعض متجمعين هنا في نفس المكان بنفطر؟ منتظره مصر يكون شكلها ازاي؟ انا متخيله ان هنكون برضو حققنا جزء، بس مش هنكون حققنا جزء كبير. يمكن اللي فاضل هياخد لنا مجهود اكبر من اللي راح. اسقاط نظام اسهل كتير قوي من بناء نظام جديد. فاعتقد ان احنا ممكن السنه الجايه ان شاء الله نشوف مصر احلى، السنه اللي بعدها يبقى احلى، والسنه اللي بعدها يبقى احلى واحلى. اكلتوا الناس النهارده مال ولا جوعتوه؟ لا الحمد لله اكل كفى، يعني كان في البدايه بس في شوف بس انا جت متاخره شويه واكلهم متاخر، فاحنا بناخد الاكل ونقسمه ونوزعه على الناس، فالحمد لله قضيت يعني. طب تقول ايه لشباب 6 ابريل اللي معاك في الحركه النهارده في يوم الفطار اللي انتوا كلكم شباب زي الورد متجمعين كده، تقول لهم ايه؟ طبعا كل سنه وانتم طيبين، وزي ما احنا ابريليين برضه، والنهارده دي مناسبه بنجمع فيها كل سنه، كل المفروض نتعرفوا على بعض النهارده وبنشوفوا بعض، بنتكلم بقى في المستقبل والفتره الجايه هنعمل ايه، فالنهارده بقى يوم اجتماعي مهم ل 6 ابريل. طيب هل تتوقع ان السنه الجايه هيجي يوم الفطار ده على 6 ابريل وهي حزب سياسي؟ لا السنه الجايه لا، يعني ممكن يعني بعد سنين طويله شويه، بس ممكن السنه الجايه ممكن الحديقه كلها ما تكفيناش بقى السنه الجايه في الفطار ان شاء الله. طب ان شاء الله السنه الجايه تتوقع واحنا قاعدين بنفطر مع بعض الفطار الجميل ده مصر تكون عامله ازاي؟ ان شاء الله تبقى احسن، يعني دايما متفائل وان شاء الله تبقى احسن، يعني حتى لو في اخطاء في مؤسسه الرئاسه دلوقتي، من خلال دورنا الرقابي ومن خلال رقابتنا لاداء المؤسسه الرئاسيه، من خلال يعني تصحيحنا للاخطاء ونصحنا الدائم وضغطنا الدائم، ان شاء الله تبقى الظروف احسن بكتير. أنا عندي خاين قالوا بعد تمويل.
تزوير